السلام عليكم. اسمعوا هالقصة اللي بتعجبكم إن شاء الله. هذا رجل باكستاني قبل أكثر من 60 سنة جاء إلى مكة يريد أن يستقطب معلمين لتعليم القرآن في باكستان. جاء إلى مكة، فلما جاء وقت صلاة التراويح وكان الإمام في ذلك الوقت الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، بالصدفة كان الشيخ مريض في ذلك اليوم، فكلف إمام الصلاة السرية لأم التراويح. هال الموقف الإمام ورهبة المكان وطول القراءة، فكثر خطأه في صلاة التراويح بطريقة تأذى الناس منها واستاءوا منها، من ضمن المصلين الرجال الباكستاني هذا. فقال بنفسه: مكة أحوج إلى تعليم القرآن من باكستان. فشاور بعض المشايخ وبعض الأثرياء الذين وافقوا فكرته وتبنوها، فذهب إلى باكستان وجلس مع أحد المقرئين الباكستانيين واسمه خليل القارئ. طلب منه أن يحضر معه إلى السعودية ليعلم القرآن في مكة، فأبى ورفض لبعض ارتباطه بتعلم العلم الشرعي. ألح عليه بضع ساعات حتى وافق، فحزم متاعه وتوجه إلى مكة وبدأ يدرس القرآن، وافتتح حلقة في مسجد ابن لادن في مكة. فكان أول ثماره من تلاميذه شاب أو رجل اسمه محمد بن عبد الله أسبيل، تخرج منه في حفظ القرآن وصار إماما في الحرم المكي. بعد ذلك تخرج منه شاب يماني أصبح أيضا إماما في الحرم المكي، وهو الشيخ علي باجابر. جاء رجل بورمي إلى الشيخ خليل في مسجد بن لادن بمكة ودفع ابنه للشيخ ليعلمه القرآن، فبدأ الشيخ يعلمه القرآن، وأعجب الشيخ بنباغة هذا الولد، وطلب الأب من الشيخ خليل أنه يحرص عليه. فكان الشيخ خليل أحيانا إذا ذهب إلى الطائف يأخذ هذا الشاب معه، ورأى فيه سمتا ونباهة، فكان هذا الولد البورمي بعد ذلك إماما للحرم المدني، وهو الشيخ محمد أيوب. ظهر محمد أيوب رحمه الله في أحد اللقاءات، فسئل عن بدايته في حفظ القرآن، فقال: تعلمت القرآن وكانت بدايتي معه على يد شيخي الشيخ خليل القارئ في مسجد بن لادن بمكة. شاهد أبناء بن لادن هذا اللقاء فاتصلوا مباشرة على الشيخ خليل وقالوا: اطلب ما شئت، إذا كان واحد من ثمارك في مسجد والدنا الشيخ محمد أيوب. فقال الشيخ خليل: جزاكم الله خير، وقد أغناني الله عز وجل. لكم أن تتخيلوا أن 6 من تلاميذ الشيخ خليل هم أئمة للحرمين الشريفين. مرة من المرات جاء رئيس باكستان الأسبق ضياء الحق وصلى في المسجد النبوي، وكان الإمام الشيخ محمد أيوب، فأعجب رئيس باكستان بتلاوة الشيخ محمد رحمه الله، فسأل: من هذا؟ قالوا: هذا محمد أيوب، وشيخه من أصل باكستاني هو الشيخ خليل القارئ. فطلب بإحضار الشيخ خليل، فجاء الشيخ وقابل رئيس باكستان، فقال له ضياء الحق: اطلب ما شئت. فقال: أطلب منك أن تدعم مشاريع القرآن في باكستان. قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذلك. فعاد رئيس باكستان إلى باكستان وتوجه إلى جامع الملك فيصل في باكستان، واشترى أرضا بجواره وبنى عليها مدرسة لتعليم القرآن استجابة لطلب ذلك الشيخ الذي تخرج منه أئمة الحرمين. شوف البركة ما شاء الله. الشيخ خليل في بدايته كان يدرس القرآن في حلقة بمسجد بن لادن بمكة، فانتقلت الفكرة إلى الحرم المكي فصار في حلقات في الحرم المكي، فانتقلت الفكرة إلى الحرم النبوي، ومنهما انتشرت الفكرة في أطراف المملكة العربية السعودية بحلقات قرآن وجمعيات لتحفيظ القرآن الكريم ببذرة هذا الشيخ رضي الله عنه وأرضاه. ومن المواقف اللطيفة أن الشيخ خليل كان يدرس القرآن في الحرم، فجاء شيخ أزهري وجلس في طرف الحلقة يستمع إلى إقراء الشيخ خليل، فأعجب بتلاوته وحضر من الغد. وفي نهاية الحلقة قام هذا الشيخ الأزهري وسلم على الشيخ خليل وعرف بنفسه قائلا: أنا أخوك محمد بن صديق المنشاوي رحمه الله، وطلب منه أن يحضر معه إلى السكن لأنه معه مجموعة من القراء. فراح الشيخ خليل مع الشيخ محمد صديق المنشاوي، فقابل هناك عبد الباسط عبد الصمد ومحمود خليل الحصري ومجموعة من القراء نسيت بعضهم، وقرأ الشيخ خليل لهم، وقرأ لهم بالقراءة المصرية والقراءة الحجازية، وأعجبوا بتلاوة الشيخ خليل فرحم الله الجميع. وكان الشيخ خليل يحرص على تحويل كل عمل فردي
إلى عمل مؤسسي كعمله في تحويل الحلقات إلى جمعيات خيرية. سعدكم الله وطاب صباحكم.